بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة. صلى الله عليك يا إمامنا الكاظم، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا سوية أصحاب الحوائج يا وجيها. يا وجيها عند الله، يا قاصدا نحو بغداد على سفرين، زر قبر موسى إمام الجن والبشر. هذول اللي قاعد يمشون نحو الإمام الكاظم قلوبنا معه. يا قاصدا نحو بغداد على سفرين، زر قبر موسى إمام الجن والبشر. باب إلى الله للحاجات قاطبة، فلك النجاة من الأهوال والخطر. واذكر عبادته في السجن منعفرا، طول النهار وجوف الليل والسحر، مكبلا ساهرا لله محتسبا، مكبلا إمامك الكاظم وأنت بجوار ابنته المعصومة، مكبلا ساهرا لله محتسبا، يجري الدموع على الخدين كالدرر، حتى إذا سمه السندي في رطب، قضى شهيدا مضى راض من القدر، فمنهم مات مسموما بغصته، ومنهم مات مسموما بغصته، ومنهم مات عطشانا لدى النهر. ويلي أفدي الحسين بلا غسل ولا كفن، وحوله فتية كالأنجم الزهري، مضرجا جسمه بالدم منعفرا. أريد منك صرخة حسينا، ورأسه مشرقا بالرمح
كالقمر ولسان حال أمي يما أنا كل يوم لي مجتول حضره أنا كل يوم لمجتول حضره وبجنازته أوصل القبر بجنازته القبر أنا نسيت ضلع وذاك كسره أنا نسيت ضلع وذاك كسره واتمدد بكتره وخبره صدري تكسر مثل صبره. شو يقول الشاعر؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا تعسبون للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت واعظم مصيبة لون عناع على حسين ما شاء الله واعظم مصيبة لون عناع على حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله أعظم الله لك الأجر يا سيدي مولاي يا صاحب العصر والزمان. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب المؤلم الجلل. رزقنا الله وإياكم في هذه الدنيا أن نكون من التابعين والسائرين على خطى إمامنا الكاظم سلام الله عليه، وبالآخرة من الذين تشملهم شفاعة الكاظم ببركة الصلاة العاليات 3 مرات مهداة إلى إمامنا الكاظم لقضاء الحوائج بأعلى الأصوات. من جملة الأدوار التي وقف عليها الإمام الكاظم سلام الله عليه، طبعا حياة الإمام، تسمية الإمام، لماذا سمي بالكاظم سلام الله عليه، تاريخ ولادة الإمام وتاريخ شهادة الإمام. هذه المطالب قد أشبعوها خطباء المنبر جزاهم الله خير الجزاء. الكتاب أشبعوا هذا الجانب من جوانب حياة المعصومين سلام الله عليهم. ولكن في هذه الليلة رأيت من المهم أن نقف على دور مهم بذله الإمام الكاظم سلام الله عليه. أسترعي انتباه الإخوة في دقائق معدودة، أقف على بعض النقاط وأسألكم الدعاء. السلطة العباسية عندما تصدى الإمام الكاظم سلام الله عليه بعد إمامة الإمام الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، جاءت وعمدت إلى 4 أساليب حتى تحطم
مدرسة الإمام الصادق ومدرسة الإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، لأن مدرسة الشيعة وشجرة الشيعة جاءت أكلها في زمن الإمام الصادق عليه السلام، فجاء هنا دور الملوك العباسيين حتى يحطموا هذه الشجرة وثمرة هذه الشجرة، فعمدوا إليها 4 أساليب، والإمام قابلها ب4 أساليب، وأسألكم الدعاء. الأسلوب الأول الذي بذله الحكام العباسيون في سبيل تحطيم مدرسة الإمام الصادق، الأول هو المبالغة في التضييق على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هشام بن سالم يقول: أنا ومؤمن الطاق بعد وفاة الإمام الصادق أو استشهاد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جلسنا في الطريق، وإذا برجل شيخ ينادي إلينا بالمجيء نحوه. يقول: الأجواء كانت متكهربة بحيث كنا نخشى عيون العباسيين، خاف واحد يظفر بنا ويتعرف علينا أننا من شيعة الصادق فيقضي علينا. يقول: بعدما أشار إلينا من يقول؟ هشام بن سالم الذي كان الإمام الصادق يعتمد عليه في مناظراته. يقول: خفت، أنا ما أدري، يجوز هذا اللي أشر علي وسألني على وفاة الإمام الصادق هل هو من عيون العباسيين أم لا، ونحن عشنا هذه الظروف الصعبة في بلدنا، تمام لو مو تمام؟ كان واحد إذا يشكون بي وين ياخذونه، وين يودونه، شنو مصيره، هالشكل تماما كانت الظروف الحاكمة في تلك الأيام، كانت هذه الظروف وأصعب. المورد الآخر، الأسلوب الثاني، إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم. أخذوا يثيرون الشكوك حول إمامة الإمام الكاظم وأظهروا البديل. هشام بن سالم من خلصي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول: عندما استشهد الإمام الصادق عليه السلام ما كنا نعرف من هو الذي يلي أمر الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، لشدة التضييق ولشدة الظروف الحاكمة آنذاك، بحيث الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى 5، أوصى إلى منصور الدوانيقي، وأوصى إلى حاكم المدينة أو والي المدينة، وأوصى إلى أن أوصى إلى الإمام الكاظم عليه السلام. فكان المنصور الدوانيقي قد بعث إلى والي المدينة أنه انظر الإمام الصادق قد أوصى إلى من فاضرب عنقه. إلى هذه الظروف كانت تعيشها الشيعة آنذاك، فلذلك ينبغي علينا في هذا الزمان ونحن على انتماء لمدرسة أهل البيت لا بد أن نراجع ما جرى على شيعة أهل البيت من التضييق ومن الآلام ومن التشريد، حتى نشكر الله ونعرف أنه أين وضعنا أقدامنا وإلى من انتمينا، إلى مدرسة محمد وآل محمد. يقول: شنو سوت السياسة العباسية؟ أظهروا البديل. من هو البديل؟ عبد الله الأفطح. يقول: ذهبنا إليه أنا ومؤمن الطاق، سألناه في مسألة
نريد نختبره هل هو الذي يلي الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق. سألناه في مسألة ولم يستطع الجواب. سألناه كم الزكاة إذا كانت الأموال 500، فأجابنا درهمان ونصف. يقول سألناه سؤال آخر، قلنا كم هي الزكاة في 100 درهم؟ يقول قال درهمين ونصف. يقول قمنا أنا ومؤمن الطاق وخرجنا من عنده وأدركنا أنه ليس هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. لماذا؟ لأنه بإجماع المسلمين لا تجب الزكاة في أقل من 200 درهم، وهذا الذي أبرزوه بعد الإمام الصادق عليه السلام ليست عنده الكفاءة العلمية الفقهية حتى يأتي ويجلس مكان الإمام الصادق عليه السلام. يقول أدركنا أنه هذا ليس هو الإمام وسوف يأتينا الإمام. خرجنا من عند عبد الله الأفطح. شوف غربة الشيعة، ونحن الآن في انتمائنا إلى إمام زماننا شنو عندنا من عزة، شنو عندنا من دلال. يقول خرجنا أنا ومؤمن الطاق جلسنا في قارعة الطريق نبكي ونحن ظلال. إلى أين نذهب؟ أين مصيرنا بعد الإمام الكاظم عليه السلام؟ هكذا كانت أحوال الشيعة في تلك الأزمنة. الأسلوب الثالث تتبع تلامذة الإمام الصادق وزجهم في السجون. محمد بن أبي عمير من خيرة أصحاب وتلامذة الإمام الصادق عليه السلام، له 94 مؤلف زجوه في السجن 17 سنة، حتى أن أخته عندما علمت بأن الدولة العباسية ظفرت به وزجته في السجن جاءت إلى مؤلفاته ودفنتهم في التراب، مثل ما احنا كان عندنا في زماننا في زمن الطاغية كانوا يدفنون الكتب، حتى الأحكام الشرعية والكتب الشرعية والمسائل الشرعية كانوا يدفنونها في التراب. ما بقي من هذه المؤلفات شيء. 94 كتاب ألفه عن لسان الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ما خرج من السجن حتى أنه دفع 400 ونيف من الدينار الذهب حتى أخرجوه من السجن بعد مضي 17 سنة. طيب الآن يريد يراجع إلى كتبه لأنه يريد يدرس الروايات إلى البيت. جاء إلى أخته فوجدها أنها دفنت كتبه في التراب وتلفت الكتب. شنو صار؟ صار يحدث عن لسان أهل البيت دون المسانيد، يعني دون عن الفلان عن فلان عن فلان عن الإمام الباقر. هذه المسانيد كلها ضاعت. فلذلك علماؤنا عندما يقفون على رواية ابن أبي عمير يقولون مراسيل ابن أبي عمير مسانيد، يعني كلامه مقبول. الروايات التي جاءتنا عبر هذا الشخص هي مقبولة وتؤخذ به. إذن الأسلوب الأول أسلوب التضييق على شيعة أهل البيت. الأسلوب الثاني إظهار البديل. الأسلوب الثالث زج تلامذة أهل البيت والإمام الصادق عليه السلام، كانوا يزجونهم في السجون. أما الأسلوب الأخير التي جاءت وعمدت عليه السلطة العباسية، شنو سووا؟ أظهروا فقها جديدا بديلا عن فقه الإمام الصادق عليه السلام، وجعلوا هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد
عند المسلمين آنذاك. كتاب من؟ كتاب مالك بن أنس. جاء إليه المنصور الدوانيقي قال له: يا مالك، أريد منك كتابا في الفقه حتى يكون هذا الكتاب مقابل تعاليم الإمام الصادق عليه السلام. رفض مالك، قال له: إني جئت إليك لأنك أعلم الموجودين. مالك بن أنس استحسن هذا الكلام وهذا المدح وهذا التمجيد في حقه، فأبرز كتابا يسمى بكتاب الموطأ، وصار محط اهتمام المسلمين في الفقه، وصار هو المرجع، حتى أن الشافعي في يوم من الأيام جاء إلى المدينة فوقف على باب مالك بن أنس ولم يستطع الدخول إلى بيته من كثرة المراجعين إليه في الأحكام الشرعية من المراجعين من المسلمين. 4 أساليب عمدت عليها السلطة العباسية في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، وأرادت أن تقضي على مدرسة الإمام الصادق والباقر. هنا جاء دور الإمام الكاظم عليه السلام، الذي جلسنا نؤبن ذكر استشهاده في هذا المكان المبارك بوجود هذه الوجوه المنيرة النيرة. الأسلوب الأول الذي اعتمده الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ أثبت الإمامة بالبرهان، بالمعاجز. أثبت أنه الإمام الذي جاء بعد الإمام الصادق عليه السلام. المفضل بن عمر يقول: نادانا الإمام الكاظم عليه السلام، سوانا دعوة، وقال لنا وبعث إلى عبد الله الأفطح، قال له: يا عبد الله بالأفطح، أنا اليوم عندي فد مأدبة، فد عزيمة، جلسة علمية، وأريد أن تشاركنا هذه المجلس. أمر الإمام، صنعوا نارا في باحة الدار، وهذا بمرأى وبمسمع من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. جلس الإمام الكاظم عليه السلام في وسط النار، وأخذ يحدثنا بالمسائل الشرعية وفي المفاهيم الدينية، وعندما أكمل كلامه قام ونفض ثيابه وخرج من النار سالما. أشار إلى أخيه عبد الله الأفطح، قال: قم يا عبد الله واجلس في النار، نريد نشوفك، هل أنت كما تقول وتدعي أنك الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام؟ فأبى ذلك وخشي أن يحترق عبد الله الأفطح، وخرج من بيت الإمام الكاظم يجر ثيابه ذليلا، وخرج وبعد ذلك ما رأينا. الإمام سلام الله عليه اعتمد في إظهار البراهين والمعجزات في أحقية إمامه، والإمام الذي يلي أمر الإمامة بعد إمامة الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. الأسلوب الثاني، وهو الأسلوب المهم والذي عرف به الإمام الكاظم من بين أئمة أهل البيت، أنه الإمام الذي استطاع أن يصل إلى مراكز الدولة وإلى الجهاز الحاكم. ما عندنا لا قبل الإمام الكاظم ولا بعد الإمام الكاظم شخص من أهل البيت، من أئمة أهل البيت، استطاع أن يصل إلى المراكز المهمة في الجهاز الحاكم كما فعله الإمام الكاظم سلام الله عليه. الأول، الشخصية الأولى شخصية معروفة، علي بن يقطين، كان وزيرا مهما، والمنصب الثاني بعد حاكم الدولة.
أما الشخصيات الأخرى التي لم نسمع بها، الشخصية الثانية هو عبد الله بن سنان. هذا شنو كان؟ كان مسؤول الخزانة في الدولة العباسية، حتى أنه مو فقط مسؤول الخزانة ومن شيعة الإمام الكاظم عليه السلام، لا، بل عندنا روايات جاءتنا عن طريق هذا الشخص. الشخصية الثالثة هو الحسن بن راشد. هذا كان من الشخصيات والوجهاء الشيعية التي لها نفوذ في الجهاز الحاكم العباسي. الشخصية الرابعة محمد بن إسماعيل بن بزيع. هذا كان أيضا من وزراء الدولة العباسية الذي كان تحت سلطة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان الإمام دائما يقول لهم: كفارة عملكم، كفارة العمل مع السلطان قضاء حوائج الإخوان. إذا شفت لك مسند وجلست على كرسي وخلوا لك قدامك ميز وجابوا لك شاي وقاموا يحترموك، لا تقول آخر الدنيا هذه، اسعى لأجل أن تقضي حوائج إخوانك من المؤمنين. فهذا كان ديدن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأمر الإمام الكاظم مع شيعته الخلص. فاجعل نفسك من شيعة الخلص للمنتسبين للإمام الكاظم عليه السلام. مع الأسف في بعض الدوائر عندما نذهب إليهم نجد أنهم كل البعد عن التعاليم الكاظمية. يقول لك اعطيني شيء جو الميز حتى امشي لك صورتك، تمام بويا لو مو تمام، دارينا شوية حتى نداريك. أين ذهبت تعاليم الإمام الكاظم عليه السلام؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يقول: كفارة عمل عند السلطان قضاء حوائج الإخوان. فكيف بنا ونحن نقول أننا في الدولة الإسلامية؟ شلون لابد أن نقضي حوائج إخواننا من المؤمنين؟ العباسيون كانوا قد ضيقوا على شيعة أهل البيت كما قبل قليل قلنا. الإمام الكاظم عليه السلام توصل إلى المراكز المهمة من الجهاز الحاكم العباسي حتى يقطع هذه الحلقة الضيقة على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكان يوصيهم دائما بخدمة المؤمنين مع هؤلاء شيعته الذين هم في المراكز المهمة من الدولة العباسية. هذا الأسلوب الثاني الذي تعمده الإمام الكاظم سلام الله عليه في مقابل الأساليب التي اتخذها الحكام العباسيون. أما الأسلوب الثالث الذي اعتمده الإمام الكاظم سلام الله عليه هو تحدي المدارس الأخرى. الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما كان يأتيه شخص ويريد أن يقول له أن علومنا هي من العلوم الإلهية القطعية لا كمثل المدارس الأخرى التي تعتمد على الظن وعلى القياس، اذهب إلى تلك المدارس واسمعها ماذا تقول في الموارد المعينة والأحكام الفقهية وأتيني بها. كمثل من؟ الحسن بن عبد الله الرافعي. الحسن بن عبد الله الرافعي الإمام جاء إلى الإمام سلام الله عليه يسأله عن بعض الأحكام، قال له: اذهب
إلى بقية المدارس، مو كان كتاب الموطأ هو الكتاب المعتمد آنذاك؟ اذهب وانظر ماذا يقولون في المسألة الفلانية والفلانية وأتيني بآرائهم. فكان الإمام سلام الله عليه يجلس ويعطي من علومه الإلهية، وكان يفند آراءهم بالدليل والبرهان القاطع، وكان يعطي رأيه الرأي الصحيح الذي انتمى هذا الرأي إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوقت ضيق ولا بد أن أختم، ولكن أقول هذه الكلمة في آخر هذا المجلس. الدولة العباسية عندما رأت الإمام الكاظم سلام الله عليه أخذ يربي تلامذة، وإذا بواحد من تلامذته ألف 1000 كتاب في المواضيع والعناوين المختلفة. شخص واحد من تلامذة الإمام الكاظم ألف 1000 كتاب، شخص إمام بالسجن وما خرج إلا سنين قليلة، استطاع أن يقف أمام زور وطغيان الدولة العباسية بهذه القدرة وبهذه الأساليب، وأخذ يربي التلامذة، حتى أن السيد بن طاووس كان يقول: يجلسون حول الإمام الكاظم عليه السلام وفي أكمامهم الكتب والدوات والقراطيس وما يلفظ من قول الإمام الكاظم، حتى كانوا يدونون كلام الإمام. عندنا الآن في هذا الزمان كم هائل من الروايات والأحاديث، نسأل أنفسنا: هل نقضي ساعات سويعات قليلة أن نقف على هذه الأحاديث التي وصلتنا بهذه المشقة وبهذا الزحمات وبهذا العطاء، أم لا؟ نترك ولو دقائق قليلة مع روايات أهل البيت من يومنا أم لا؟ أم ما عندنا وقت إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فكان الإمام قد ربى هذه الأمور. السلطة العباسية عندما وقفت على هذا الموقف الحاسم من الإمام الكاظم عليه السلام، والذي رأيت في بعض الكتب أن الإمام عندما زاروه في بيته وجدوا معلقا في غرفته في حجرته سيفا وكتابا ولباسا خشن. يعلق هذا الكاتب يقول: الإمام سلام الله عليه كان قد وضع هذه الأشياء بعنوان شعاره. كيف؟ شعارنا مع الظالم السيف، وسيرتنا القرآن، ولباسنا كأئمة أهل البيت اللباس الخشن والزهد. هكذا كان الإمام الكاظم سلام الله عليه يقف على هذه المفاهيم، وكان يبرز التعاليم تارة بهذه الأشياء، تارة بأحاديثه، تارة بالوقوف أمام أساليبهم، وتارة في تربيته لتلامذته، حتى تبقى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام باقية ببقائه إلى إمامنا صاحب العصر والزمان. عندما رأت من الإمام هذه الأساليب وهذا الوقف الحاسم في وجوه الطغاة والظلمة، ما كان عندهم الخيار إلا أن يقضوا على الإمام الكاظم كما قضوا على آبائه الطاهرين. أخذوا ينقلون الإمام الكاظم من سجن إلى سجن، ومن طاغي إلى أطغى، ومن ظالم إلى أظلم،
إمامكم إمام الكاظم سلام الله عليه وجدت في كتابة على أنه ما هي معنى الطامورة. معنى الطامورة أي السجن الذي لا يستطيع الإنسان أن يستقيم فيه، ما يقدر يوقف ولا يستطيع الجلوس فيه بالصورة الكاملة. وفي هذه الغضون الإمام الكاظم سلام الله عليه قد أوثقوه بالحديد. شخص بنحافة الإمام الكاظم عليه السلام الذي كان يقضي ليله نهاره بعبادة الله سبحانه وتعالى، وإذا به يأتون به من ظالم إلى أظلم حتى وصلوا به إلى سجن السند بن شاهك اللعين. هذا اللعين تعمد الأسلوب الصعبة العنيفة مع الإمام الكاظم عليه السلام، بحيث كانت أكو صخرة على هذا السجن الانفرادي إن صح التعبير للإمام الكاظم: السلام على ذي الساق المرضوض، السلام على سجين بغداد. بحيث كان يريد الإمام سلام الله عليه أن يستنشق الهواء، كان يأتي هذا اللعين ويلطم الإمام على وجهه. علي بن سويد يدخل في آخر أيام الإمام الكاظم عليه السلام على الإمام: الرثاء أخليه في يوم غد، باعتبار يوم غد عندنا مراسيم وعندنا مقتل وعندنا كل شيء، ولكن أقف على هذه الوقفة وأسألكم الدعاء. علي بن سويد يقول: دخلت قبل استشهاد الإمام الكاظم بأيام وشفت الإمام بهذه الحالة الصعبة، كسر خاطري، سألته: سيدي أتبكي لهذه الوضع ولهذه السلاسل التي قيدوك بها؟ قال له: لا يا علي، ولكن هذا اللعين عندما أريد أن أقف وأستنشق الهواء يأتي ويلطمني على وجهي ويشتم أمي فاطمة، إنما أبكي لأنه يشتم أمي فاطمة. أقول: سيدي يا مولاي يا إمام الكاظم، أنت ما تحملت شتيمة لأمك فاطمة، كيف بك لو كنت في ذلك الزمان وتقف في ذلك الزقاق وتنظر إلى من يلطم أمك فاطمة على وجهها. أحد السادة يقول: أني كنت ما أقرأ هذه المصيبة، مصيبة لطم الزهراء فاطمة على خدها. أحد السادة الخطباء يقول: في ليلة من الليالي رأيت الزهراء سلام الله عليها وقفت، قالت لي: يا فلان، ما تتحمل أن تقرأ مصيبة ما جرى علي من لطم خدي؟ قلت لها: نعم مولاتي. قالت: انظر إلى خدي، فكشفت عن وجهها ورأيت لطمة خدها. يقول: ما تحملت وصعقت وأخذت أنادي: وأماه وفاطمة. أقول: يا سيدي يا إمامنا الكاظم، هذا مو أول خد، أكو بعد خد ثاني ضربوه في كربلاء، خد تلك الطفلة الصغيرة رقية التي في آخر اللحظات جاءت إلى، يقول محمد بن مسلم: عندما أحرقوا الخيام جئت ونظرت إلى هذه الطفلة رقية، نظرتها ترتعد فرائصها من شدة العطش، جئت بها إلى العلقم، ناولتها شرب من الماء، نظرت إلى الماء سالت دموعها على خدها وقالت: يا عم كيف أشرب وقتل بي الحسين عطشانا، أنا شلون أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا، أنا شلون أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا قلوب عطاشا، حسين الرمل أمزة براجة،
من البصرة لسجن بغداد جابه بحديد وقيد ويدور ذهبه خلى بسجن أظلم مغلق بابه ونهى السجان عنا لا الناس يلفون سجن والسند بن زاك السجان عليه طول الوقت مغلق البيبان. هذا إمامنا حال إمامنا سلام الله عليه الإمام الكاظم. قال له الإمام الكاظم هذه الوقفة وأسألك الدعاء والتكمل في يوم الغد. جاء إليه علي بن سويد قال له لقد ضاق بنا هذا الحال 15 سنة ونحن بعيدون عنك يا ابن رسول الله. جاء قال له الفرج والملتقى في يوم الجمعة على نهر الرصاف. جئت بشيعة الكاظم أطرق بابا بابا وأبشرهم بخروج الإمام بالإفراج عن الإمام يوم الجمعة. وإذا بنا صار يوم الجمعة ألبسنا ثيابا جديدا تعطرنا وأخذ واحدنا يبشر الآخر بخروج الإمام في يوم الجمعة. يقول في يوم الجمعة وإذا بالباب انفتحت وإذا بجنازة يحملونها 4 من الحمامل والمنادى عليها بذل الاستخفاف. أكو جنازة ثانية ما استطاعوا أن يحملوها. لماذا؟ لأن كلما رفعوا شلوا سقط العضو الآخر. رحم الله من نادى وحزينا وقالوا لا يغسل شيب طه ألم يك غسله فيض الورد. وقالوا لم يقلب والعوادي يعني الخيول تقلبه على وجه الصعيد. وقالوا لم يكفن والسوافي علينا سجن ضيافية البرود. أريد منك صرخة حسينية. فقلت إذا لمن في الرمح رزون يطاف بالبلاد إلى يزيد والسيدة زينب خرجت تنظر إلى رأس أخيها وهو على رأس رمح طويل. يا شيال تاج زين قل لي وين لباسه. يقلها التاج شلج بيه ذاك على الرمح راسه. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله 3 مرات لقضاء الحوائج شفاء المرضى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن المجلس مال باكر يا صاحب مجلس باكر. إلهنا ومولانا بالإمام الكاظم عليه السلام اقضي حوائجنا يا الله. شافي وعافي مرضانا يا الله.
تقبل عملنا هذا وضاعفه لنا لا سيما من مؤسسين يا الله. إلهنا ومولانا، الإخوة الحاضرون المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم يا أرحم الراحمين. ابعث ثوابا من هذا المجلس المبارك إلى ذوينا أمواتنا يا الله، وإلى موتى هذا الجمع، موتى المؤسس لهذا المأتم الشريف، علماءنا الماضين خدام الحسين الذين كانوا يخدمون في هذا المكان والآن هم تحت التراب، وإلى أرواح الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.